ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده اللي هي الترند الجديد اللي مشهوره قوي اليومين دول، فطيره طاقية السلطان. هي نوع من انواع المعجنات او المخبوزات. هم مسميينها اليومين دول فطيره السلطان. هنعملها مع بعضينا بمقادير مظبوطه 100%. خليكم معايا واحده واحده. هنقول المقادير بالجرام وبالكوبيه، وهكتبها لكم في صندوق الوصف. بصوا بسم الله ما شاء الله، طالعه حلوه قوي وهشه وطريه في نفس الوقت. هنسمي الله. اول حاجه هنجيب بوله، هنجيب كوبايه، هنحط نصها ميه ونصها لبن. حجم الكوبايه 250 ملي، يعني 125 ملي ميه و125 ملي لبن. بعد كده هنضيف 60 ملي من الزيت اللي هو ربع كوبايه، وخمس معالق كبار من السكر. وهنضيف كيس خميره فوريه، هنشيل منه معلقه صغيره، يعني تقريبا كده 8 جرام. بعد كده بقى هنحط بياض بيضة، الصفار هنشيله للتلميع، وهنحط البياض بس مع رشة من الفانيليا. وهقلب الخليط كويس جدا، وبعد كده هنزل بنص كيلو دقيق، وابدأ اعجن العجينة كويس جدا. كده المكونات خلاص؟ لا، لسه هنحط كاكاو ولسه هنحط زبدة. خليكم معايا للآخر. بعجن بس اول حاجة العجينة دي كويس جدا لغاية ما يبقى ملمسها ناعم كده زي ما انتوا شايفين. المكونات دي مظبوطة، وطبعا على حسب نوع الدقيق. لو انت احتاجتي حوالي معلقة دقيق حطي، ما احتاجتيش خلاص. يعني على حسب كل نوع دقيق بيتشرب السوائل قد ايه. هي العجينة بتلزق يعني سنة بسيطة كده انا بقسم هنا العجينة نصين. نص هنخليه سادة زي ما هو كده والنص التاني هنحط عليه كاكاو. هنحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو مع معلقة كبيرة كده من الزبدة. تمام. انا بحط الكاكاو هنا تدريجيا، يعني سنه سنه، ما بحطوش مره واحده. وبحط معلقه زبده كده لو مش متاح عندك زبده مفيش اي مشكله، ممكن تستبدليها بزيت او سمنه. المهم بتحطي معلقه من الماده الدهنيه. تمام. وبتدعكيها كويس جدا لغايه ما توصلي للون الداكن اللي انت شايفاه كده الجزء اللي هو بالكاكاو. نيجي الجزء اللي هو التاني اللي هو الابيض، بحط برضو معلقه زبده، بتكون العجينه ريحت معايا والخميره بدات تتفاعل. تحطي بقى معلقه الزبده وتقلبيها كويس جدا، يعني تدعكيهم في بعض كده زي ما انت شايفه. بتبصي تلاقي العجينه بتاعتك بقى ملمسها تحفه، ملمسها ناعم كده والعجينه بتاعتي مش بتلزق و... وبقت طريه الى حد ما، مش طريه قوي ولا يابسه قوي. يعني اتمنى ان انت تجربي الطريقه دي، صدقيني هتعجبك. كده انا عندي هنا العجينه اللي هي البيضه واللي بالشوكولاته. هغطيهم واسيبهم لغايه ما يضاعف حجمها، لغايه ما تخمر كويس جدا، يعني من نص ساعه لساعه الا ربع كده بعد كده هبدا اجيب واحده واحده وببدا افردها. جبت اول حاجه اللي هي البيضه، برش رشه دقيق كده وببدا افردها بالنشابه بتاعتي او بايدي. المهم ان انت تفرديها كويس جدا، بتخليها شكل مستطيل. عشان التانية هتعمليها زيها، يعني ركزي قوي في الحتة دي. الاتنين هتعمليهم حجم واحد. انا عملت هنا اللي هي البيضة، ودي اللي هي بالشوكولاتة هي. بصوا العجينة سلسة معايا كده وبتمشي كده مش يعني خمرانة كويس جدا وملمسها حلو قوي. حطيت الاتنين اهم على بعض، حطيت البيضة وبعد كده بحط فوقيها اللي بالكاكاو. ركزوا بقى معايا في الحتة دي. انا فردتها كويس جدا، ما بخليهاش رقيقة قوي ولا سميكة قوي، انا بفردها كويس جدا معايا لغاية هنا بعد كده بجيب السكينة بتاعتي وببدأ اقطعها شرايط كده من تحت. يعني ببدأ اقطعها شرايط بالشكل اللي انتوا شايفينه ماشي. نيجي بقى للحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي بتحط شوكولاتة هنا الشوكولاته اللي هي السايله. انا حطيت هنا كان عندي شوكولاته اللي هي بتاعه دكتور بيكر ديت، حطيت منها. وعندي عين جمل كسرته كده وحطيته. عندك سوداني حطي، عندك مكسرات حطي، المتاح عندك حطيه. وانا بصراحه كنت برضه احط شرايح من الشوكولاته، بس نسيتها خالص. بعد كده باجي للشرايط بتاعتي وببدأ اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ونيجي بقى للجزء اللي هو بتاع الحشوة، وابدأ اقفله كويس جدا. وببدأ بقى يعني الف كده زي رول بالشكل اللي انتوا شايفينه
وبحطها على طول في صينيه مدهونه كده بمعلقه زبده كده اهوت، وبلفها ايه اللي هي طاقية السلطان زي ما بيقولوا اهو، بلفها كده اهو، واغطيها بقى كويس جدا واسيبها تخمر حلو قوي. بعد كده هجيب الصفار البيضة اللي انا شلته، عليه معلقتين من اللبن مع رشة فانيليا صغيرة، واقلبهم كويس جدا وادهن الوش وادخله على درجة حرارة مش عالية ولا واطية، درجة حرارة متوسطة زي كأنك بتسوي صينية كيكة بالظبط. وهتاخد في الفرن تقريبا كده هو حوالي 40 دقيقة، يعني هتقعد في الفرن شوية. انا ما شغلت الشوايه ولا اي حاجه، هي طلعت لي بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت عشان ما فتحتش عليها الفرن كتير. اول لما بتطلع من الفرن بقى معلقه زبده كده هوك وادهن وشها كده هوك، واروح مغطياها حوالي 10 دقايق كده، وبعد كده ببدأ ان انا ايه اقلبها، هتطلع لي بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بسم الله ما شاء الله الارضيه يعني لونها دهبي حلو قوي، ومن فوق بسم الله ما شاء الله يعني هي بتتكلم عن نفسها، وطريه وحلوه جدا. حابه بقى في الحته ديت ان انت ترشي عليها صوص شوكولاته، مفيش اي مشكله، ده هيطعمها اكتر. يعني اللي انت حابه تستكفي بالحشوه اللي جوه مفيش اي مشكله، حابه ان انت ترشي عليها زي ما قلت لكم صوص الشوكولاته هتبقى اجمل بكتير. انا بصراحه قطعت كام واحده ورحت رشه عليهم صوص الشوكولاته. بصوا انا كنت هحط الشوكولاته دي من جوه، فرحت بقى مسيحاها ورحت رشاها عليها عشان نسيت ان انا ايه احطها. طبعا الشوكولاته بتظهر طعمها اكتر. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي طبعا انا ما استنيتش لما بردت، انا حطيتها وهي سخنه. بصوا هشه وطريه ومورقه في نفس الوقت، وطعمها صدقوني تحفه. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.